السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد ملقبينه بالعقرب. كان مشدود في الحبس، ومن وجهه كيبان بلي خطير بزاف، وكيستجوبوا واحد الضابط سميتو ترافيس، وهو ما كيعرفش حتى سميتو. وهنا غيرجع بينا الفيلم فلاش باك قبل بنهار، وغنعرفوا بلي الضابط ترافيس كان غادي مع الفريق ديالو باش يشدو زعيم عصابة خطير. وفاش وصلوا للمقر ديال العصابة غيقتحموه شوية بشوية، وغيبداو يحاصروه حتى وصلوا للبلاصه ديال السطور، والمفروض يكونوا مخبيين تما الممنوعات اللي جايين على قبلها. وعلى غفله العصابه غتبان وغيدابزوا معاهم بالقرطاس. البوليس تقريبا قتلوا كاع افراد العصابه، ولكن واحد منهم جاتو قرطاسه ومات. وهنا واحد من العصابه غيضربهم بقذيفه، وترافيس غيقتلوه، وبداك القذيفه غيموتوا ناس اخرين في الفريق. المهم ترافيس مشى يفتح الكاميو يشوف السلعه من نوع، ولكن غيكون فيها واحد خونا مكتف، واللي غيكون هو العقرب، وتا واحد ما كيعرفوش شكون. وكان في داك البلاصه ادوات ديال التعذيب، يعني كانوا كيعاقبوه. المهم نمشيو لزعيم العصابه واللي كان مسافر في الطياره، وسميتو ريس. غيعرف البلان وبلي العقرب هرب، وواحد من رجالو غيقول له نشدو ليك بالمقابل تعطيني 50 مليون دولار، وهو غيوافق. المهم العقرب غيوصل لمركز الشرطه، وفي هذا الوقت غتكون رئيسة القسم سميتها إيليان، وغتكون كتريني على القنص. وفاش وصل ترافيس غتغوت عليه حيتاش ماتولو بزاف ديال الرجال في هاد المهمة. وهنا غيقول ليها كاع المعلومات اللي وصلت على زعيم العصابة ورجالو، وباللي السلعة ما لقاوهاش، ولقاو غير شي واحد مشدود في كاميو. والثمن ديال المعلومات اللي غلطة خلصنا حنا والرجال اللي ماتوا، وخاصك تعرفي شكون السبب وتحاسبيه. المهم زعيم العصابة غيمشي عند واحد الهاكر، وغيعرف منو البلاصه فين كاين العقرب دابا. في نفس الوقت غتكون إيليان كتهضر مع العائلات ديال الضحايا، وكتعاود ليهم شنو وقع، وقالت لهم بلي ما غتسكتش حتى ترجع ليهم حقهم. ترافيس غيهضر مع مراته وغيسول فيها وفي بنته، وغيقول ليها بلي عنده الخدمه وما يقدرش يرجع تيساليها ويرجع الحق ديال صحابه. وبدا كيحقق في القضيه هو وشريكته اللي سميتها صوفيا، وغيعرفوا بلي داك الجوج اللي شدوهم الاول سميتو تياغو، وغيكون واحد من العصابه وعنده صوابع، والثاني ما معروفش حتى سميتو، واللي هو العقرب. وكيعيطوا له العقرب حيتاش وشمها في ظهره، وما كاين حتى شي وثيقه باش يعرفوه شكون. ترافيس غيطلب من التكنولوجي باش يخترق موقع المخابرات الفيدراليه ويجيب شي بيانات، وغيمشي يحقق مع العقرب. وشريكته صوفيا غتحقق مع تياغو اللي كان خاطفه، واللي كان خايف من العقرب، ومن كثرة الخوف ما غيستناش حتى يجيو يقتلوه وغادي ينتحر. ترافيس غيمشي وغيعرف شنو وقع، وغيرجع لعند العقرب وغيسولو شكون انت. قال له انا واحد عندي معلومات ساويه ملايين الدولارات، وقال له غيجيو شي ناس دابا وغيقولوا لك حنا من طرف الحكومه الفيدراليه، وعندنا امر باش ناخذوا العقرب، ما تيقهمش وما تعطينيش ليهم، وفي المقابل غنعتقك في المستقبل. ترافيس غيخرج وغيلقى إيليان في الباب، وفعلا غتقول له الشرطه الفيدراليه في الباب وباغيين ياخذوه، وقالوا لهم باللي ارهابي خطير. وغيمشي ترافيس يقابلهم فرانكو كوكس. ترافيس غيدي ويجيب معاهم في الهضره، وغيتاكد باللي ماشي بوليس وما بغاش يسلموا ليهم. وهنا غيبغيو يقتلوه وهو غيتعامل معاهم بطريقته، وغيقتل كوكس. ومن بعد معركه طويله فرانك غلبو وجبد عليه السلاح، ولكن غيبان الفريق في الوقت المناسب، وغيمشي لعند العقرب بالزربه، وغيلقاه فك راسو وما كاينش في بلاصتو. شويه غيخرج ليه وغتبدا الحرب، وفي الاخير ترافيس غيطيح والعقرب غيهز عليه فردي، ولكن ما بغاش يقتلو. المهم الفريق غيجي وغيمينطوه، وفرانك اللي كان جاي ياخدو دخلوه للحبس، وهو كيقول لهم غنقتلكم كاملين، وهذا المركز غنريبو عليكم. غيمشيو عند العقرب يسولوه على فرانك، قال لهم انا ما كنعرفوش، ولكن اكيد غيجيو لهنا الاف بحالو على قبل المعلومات اللي عندي. ترافيس سولو كان بامكانك تهرب، علاش ما هربتيش؟ العقرب قال له الموضوع معقد شويه وصعيب نشرح ليك. المهم باختصار انا جاسوس وعندي معلومات غيمشيو فيها بزاف ديال الناس. ترافيس غيقرر يصيفطو لبلاصه اكثر امان. صوفيا قالت له ما تمشيش بوحدك، خذ الفريق كامل. قال ليها ما بغيتش شي حد يموت تاني، ولا كان شي حد غيموت خاص نكون انا. غيمينطو وغيديه، وفي المكتب إيليان غتحاول تمنعه، ولكن كان مصمم باش يكمل بوحده. وفي هذا الوقت غيكون زعيم العصابه مراقب المركز، وغيامر رجالو باش يقتلوا العقرب والضابط فاش يخرجوا من المركز. وغير خرجوا القناص غيتيري على ترافيس، ولكن غيتفاداها والطوموبيل غتقلب بيهم، والفريق الداخل غيسيق الخبر. وفي هذه اللحظه غتكون العصابه كتفتح الباب باش ياخذوا العقرب، وترافيس غيكون فاقد الوعي. العقرب غيخدم دماغه وغيفك يديه، وغيبدا يتقاتل معاهم، وغيقدر يشتتهم كاملين، وزعيم العصابه كيشوف وغادي يتعصب بزاف. المهم
ترافيس غيفيق وغيشوف بزاف ديال الطوموبيلات هاجمين عليهم، غيرجعوا بالزربه للمركز وغيبداو يتقاتلوا معاهم بالقرطاس. في الاخر غيضطروا يدخلوا كاملين للمركز ويشدوا البيبان، وهنا زعيم العصابه غيقول لدراعو اليمين باش يطلع النيفو وباللي باغيين يساليو هاد البلان بالزربه. من بعد غيصوني على ترافيس وغيكون كلشي كيسمع المكالمه، وغيقول له خرج لينا العقرب والا غتموت انت واللي معاك، وتا واحد ما غيوصل لكم حيت قطعت عليكم جميع وسائل الاتصال، وبرا كاين جيش ديالي ما غتقدروش عليه. ترافيس قال له ما غنخرجوش ليك. زعيم العصابه قال له زعما حياته غلا من حياه رجالك، المهم بلاش الفريق ديالك، زعما غيكون غلا من حياه بنتك ومراتك حيت حتى هما غنقتلهم، وما غتوقع حتى حاجه من هذا الشيء الا خرجتي لينا العقرب دابا. في هذا الوقت العقرب غيهضر معاه وقال له وعدني ما يتاذى حتى شي واحد وانا غنخرج عندك في 10 ديال الدقائق. الزعيم ديال العصابه غيوافق، ولكن ترافيس ما بغاش وغيبدا يطراسي الخطه باش يقتلوا بها الجيش اللي على برا ويهربوا. الفريق شافوا باللي هذه مغامره ولكن غيوافقوا، والعقرب غيطلب منهم سلاح حتى هو. غينزلوا للمخزن وغيوجدوا الاسلحه اللي غيحتاجوا، كلشي واجد، وغيعطيو العقرب يبدل حوايجو. وهنا غيسولوا العقرب علاش كتخاطر بحياتك على قبلي. قال له ماشي على قبلك، على قبل الفريق كامل والرجال اللي ماتوا معايا في الاول، وخاص نجيب ليهم حقهم. وفي نفس الوقت غيبان زعيم العصابه ومعاه جيش اخر، وغيكون واحد من رجال ترافيس خائن وغيخرج فرانك من الحبس. قال له غنهربك من هنا وغنسلم لك العقرب باش ما يموت حتى شي واحد، ولكن غيغدروا وغيقتلوا. غتشوفوا إليان وغيهرب ليها وبقات كتقلب عليه، وفاش لقاتو بدات كدابز معاه. في الاخر فرانك كان غيقتلها، ولكن ترافيس غيعتقها وغيقتلو في اخر لحظه. المهم زعيم العصابه غيامر الجيش باش يهجم عليهم وغيقدروا يقتحموا المركز، وغتبدا الحرب بيناتهم. وحده من العصابه غدابز مع إليان، وزعيم العصابه غيغدر إليان وغيضربها، والعقرب غيهز الرشاش وغيبدا يقتل في بنادم. ومن بعد غيحاول يهرب الفريق من واحد النفق قديم كنلقاه. ترافيس ما قدرش يرجع بلا إليان وقال له غنرجع نجيبها، والعقرب قال له تا انا غنمشي معاك، وغيرجعوا بزوج يقلبوا عليها. زعيم العصابه غيشوفهم وغيبقى يضربهم بالقرطاس. العقرب غتجي فيه قرطاسه وغيطيح، وترافيس غيدابز مع اليد اليمين ديال الزعيم العصابه، والعقرب غيكون زرب على الزعيم ديال العصابه وبامكانه يقتلوه، ولكن ما بغاش يقتلوه بالسلاح وغيدابز معاه باليد. وغيكونوا جوج معركات تما، وترافيس غيقتل الخصم ديالو والعقرب حتى هو. وترافيس غيمشي يشوف إليان وغتمشي تشوف شكون مات وشكون باقي في المعركه. وهنا العقرب غيعطي لترافيس الشريحه اللي كان مخبيها في سنانو وقال له هذه هي اللي فيها المعلومات. وهنا غيعرف ترافيس باللي إليان حتى هي خائنه وغتضربو بالقرطاس باش تاخد الشريحه، وفعلا غتاخدها والعقرب غيتصاب. وغتقول لترافيس خليني نمشي باش ما نقتلكش. هو ما بغاش وبقى تابعها حتى وصل ليها وبقاو كيدابزو. ضرباتو في الاول ولكن قدر يسيطر عليها في التالي بالسلاح، والبوليس غيجيو وغيشدوها، وغيعرف بلي العقرب هرب. وبالليل غيرجع عند مراتو وغيتعشى معاهم، وغيعرف بلي مراتو حامله. وهنا تيسالي الفيلم ديالنا، وتسناونا في فيلم جديد ان شاء الله.